تطورات في صفقة كاسيميرو، ونادي النصر يفاوض مدافع نادي اتلتيك بلباو. سووا لايك واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. أبدى المدرب لويس كاسترو رغبته باستمرار اللاعب عبد الله مادو مع الفريق، لكنه لن يقف أمام رغبة اللاعب في المغادرة، وتقدم عبد الله مادو بطلب مغادرة الفريق، والآن لديه الضوء الأخضر للتوقيع مع أي نادي في الفترة الشتوية. عبد الله مادو مدافع ممتاز، بس مشكلته في الإصابات. كان ودي أشوف ثنائية لابورت وعبد الله مادو في خط الدفاع، يمكن تنحل مشكلة الدفاع عندنا. حسب صحيفة سكاي، نابولي يريد التعاقد مع سيكو فوفانا في سوق الانتقالات الشتوية. والله فوفانا من جد خيبة أمل، في البطولة العربية كان ممتاز، بس ما أدري إيش تغير. مباراة يكون فيها كويس وفي مباراة ثانية يكون سيء. عبد الله الخيبري أفضل منه لما يلعب. نادي النصر يرغب في إجراء صفقة مع نادي الشباب تتمثل في إعارة خالد الغنام وعبد الله مادو وعلي الحسن مقابل التعاقد مع متعب الحربي. نادي النصر يرغب بضم المدافع الشاب داني فيفيان، وداني فيفيان لاعب إسباني يبلغ من العمر 24 سنة، ويلعب في مركز قلب الدفاع، وطوله 183 سنتيمتر، وحاليا هو لاعب لنادي أتلتيك بلباو. حسب كلام الصحفي أكرم كونور، نادي النصر سيتواصل مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد من أجل التعاقد معه. شكله كذا لو جاء حيكون مكان فوفانا. الرئيس التنفيذي لنادي النصر جويدو فينغا سيحدث تغييرات إدارية خلال الفترة هذه، بداية من إدارتي القانون والتسويق. نادي النصر سيواجه نادي الفيحاء في دور 16 من دوري أبطال آسيا، وفي حال فوز النصر على الفيحاء سيواجه إما نادي العين الإماراتي أو نادي ناساف الأوزبكي. هل سيحقق نادي النصر هذه النسخة من دوري أبطال آسيا وتصبح هذه الصورة حقيقية؟ نقول يا رب. ونجي لفقرة المعلومات. كريستيانو رونالدو يعادل عمر السومة كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في دوري المحترفين السعودي خلال عام ميلادي واحد، وسجل 33 هدف. وكمان يا جماعة كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العالم خلال 3 عقود مختلفة، في عام 2008 وعام 2015 وعام 2023. ما أقدر أقول شيء والله، هذا هو الجوت التاريخي. حتى اللوحة الإعلانية تكلمت. نجوم النصر يستحوذون على أفضلية سنة 2023. سيد المدربين لويس كاسترو أكثر مدرب حقق انتصارات في عام 2023. والأسطورة كريستيانو رونالدو أكثر لاعب سجل أهداف في 2023، هداف العالم باختصار. وكذا يكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وانشروا المقطع لأي نصراوي تعرفوا. ظاهر لكم الآن على يسار الشاشة مقطع، شيكوا عليه يمكن يعجبكم، وأشوفكم المقطع الجاي.